مشاهير على طبيعتهم. مشاهير على طبيعتهم. نرحب بضيف فقرة مشاهير على طبيعتهم الأستاذ طارق النوفل مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب. نرحب فيكم محمد. هلا والله وغلا، حياك الله. كيف الحال؟ تمام. شلونك؟ طيب إن شاء الله. والله بخير، بس وش كيف الحال؟ أقول لك كيف الحال، ما تبغى لي أسألك أقول كيف الحال؟ إيه بس النبرة اختلفت. ليش؟ ما أدري، حسك شطحت. لا والله بالعكس يا محمد، هذه من الميانة عليك طال عمرك. أي لا تمون على الهواء. طيب ابشر. لا أبوريك الحين أنا. لا جايك الدور. هذه يسمونه السابقة الصياح، بس صياح تسلم. ايوه لا الحين بيجي هذا. طيب بيجيك الصياح الصدقي. ايوه، بما انك ابو محمد يعني تحب المحارش دايم. لا والله بالعكس. الا يا اخي ثابت سليمة باري الساس. لا ما تحتاج ترجمة ذي ولا زي اللي سوى البوش؟ لا لا تباري الساس يعني انك يعني مالك في هذا. طيب العامل اللي عندي تو يقول بعرين. يقول ما ادري عرضها. طيب ابو محمد، على طاري المناوشات، يعني في مناوشات بينك وبين جماهير الاهلي، ليش ما في بينك وبين جماهير النصر، بينك وبين جماهير الهلال، بينك وبين جماهير الاتحاد؟ والله شوف، العام الماضي كان فيه تنافس كبير بين الشباب والاهلي، ويعني التنافس وصل حتى مباراة، يعني حتى سموا اخر مباراة في الدوري مباراة النهائي كأنها بطولة كاس. الشباب كان يلعب فرصتين والاهلي يلعب فرصة واحدة. بكل تأكيد إن كان هناك تصعيد من جانب الإخوان هناك في الأهلي، أتكلم عن الجانب بالذات الجانب الإعلام الغير رسمي. هناك كان في البداية تصعيد أو بعض الكلام من الجانب الرسمي، ولكن يعني توقفت بطريقة أو بأخرى. ما زال الإعلام الغير رسمي يعني ما خلى شيء عن الشباب، يتكلم تنتقد، فمن باب أولى أني أنا هذه مهمتي، أنا أدافع عن الشباب. وأنت تعرف أن الجمهور يمشي مع ميوله. يعني بيجيك واحد من الأهلي، يعني أنا ما أتكلم عن الأهلي كنادي، لكن أنت في منافسة مع نادي آخر، بيجيك جمهور يقول والله الحق معك يا أبو نوفل، والله أنت صادق، نادينا يمشي خطأ. انسى في عالم الرياضة. لا بس وصلت معك أنك يعني صرت تعرف حتى الخطة يا أبو محمد. كيف؟ يعني حتى الخطة يعني وصلت معك أنك أنت تعرفها، خطة الأهلي قبل المباريات. يا عمي الحين لو تسأل أي إعلامي يقول لك كيف جبت الخبر هذا من الوزارة الفلانية، قلت هذه مصادري، صح ولا لا؟ صحيح. جزء من نجاحي. حلو. أنا أحتفظ بالنجاح هذا لي. جميل. طيب وأنا على فكرة أنا ما في أمل أطلع خطة أو تشكيلة أي نادي، مثلا بما أنا قلت الأهلي نقول الأهلي، بس ما ودي أركز على الأهلي، لأن الأهلي في النهاية ترى نادي سعودي يا ناس، ولا ما بينه وبينه شيء. أوكي كنا نتنافس، انتهينا خلاص، وقفت، أنا ما لي شغل فيه. بالعكس يعني هو مثل أي نادي ثاني، ولكن ما راح أطلع خطة مثلا أو تشكيلة نادي الأهلي يلعب مع نادي آخر. انسى، ايش دخلني أنا؟ بس مع الشباب، إذا قابل الشباب. الشباب لا، يعني ذيك الوقت إعلاميا كان النجاح إنك تجيب خطتهم وتبث، وطلعت الحمد لله كما هي بالتفصيل. حلو. طيب يقولون إنك شاري فلورز في تويتر. ترى هذا ردنا عليك قبل شوي يوم انك تقول لا تبون. الله يا اخي ايش قصه اليوم يا اخوي، مو مقتنعين في واحد شباب يصل 100,000. والله العظيم شوف، يعني اغلب الاعلاميين يتواصلون معي يقول احيانا يعني نمزح على الشباب، نرمي على الشباب. ما انا ماني مراقب في تويتر، ولا المراقب اللي في منتدى، يعني ما كل اعلامي يكتب شيء، او كل صحفي او كل مقدم برامج يكتب اي شيء عن الشباب ارد عليه. ما وانا قادر الحق وانا اشوف، لكن الجمهور ما يقصر في جماهير خاصه، يعني اتكلم عن الجيل الجاي. يعني الشباب زاحم نصيب الأندية، بالذات أندية الرياض، زاحمهم في نصيبهم من المشجعين. عرفت كيف؟ يعني ما شريت. الحمد لله هذه 100,000 هذا عنوان نجاح، لكن بقول لك إياها، إذا ثبت إني شاري واحد زين عن كل واحد 1000 ريال. عن كل واحد 1000 ريال أبد. طيب كويس. لي بس إني شاري. طيب الشباب يقولون نجل بندف عليك 5000 كذا وضبطنا. والله اول ما يدفون عليه بقول ترى هذا مو تبعي، مثل ما بس القصه تعرض لهالشيء هذا. صحيح تعرض وزادوا مدري كلهم امريكان
يعني ما جيك الامريكي وش دخل طول العمر في تعيين احمد عيد ولا تعيين خالد معمر ولا؟ طيب واضح انه مبيوع او عفوا يعني واحد دافع على الصحفي. طيب بما انك جبت طاري استاذ طارق او الاستاذ بتال القوس، في تغريده لك قبل فتره كان بتال يتكلم عن مثلا الامارات وكذا، وانت تجيب طاري البر ومدري ايه، ايش سالفتك مع البر؟ يا اخوي ما شاء الله يضرك، كم رام ما شاء الله ذاكرتك. اللهم صل، هذا قديما كنت تقريبا لها سنة. ايه هذه من فترة طويلة. كان يتكلم يمدح في عيال الامارات انهم راعين بر وانهم حقين ترهيم وحقين ما ادري ايش. فانا حاولت اقول له تعال يا حبيبي، ترى اهل الرياض، اهل السعودية بشكل عام واهل النجد بشكل خاص في الترهيم وفي البر يعني لا يعلى عليهم. اوكي. فكان يتناقش معي فطلعت اللي في نفسي، لاني انا يعني اغلب ربعي واهلي راعين بر ومكاشيت وراعين صيد وراعين على قولتهم يعني يحبون البر. يعني انا اغلب اجازاتي انا ما اطلع والله اسافر، اغلب اجازاتي والله في البر. يعني حتى السياره اللي انا املكها سياره بر، يعني العالم تكشخ ذا وانا طاق لي جيب وبعد قر عادي بالشركه. هذا الكلام. لك اجل حليب نياق شغال عندك ها؟ لا ما عندي بوش. ما عندك بوش؟ لا ما عندي ولا بوش. تشرب ولا تشرب حليب البوش؟ لا والله اشرب والله. اي هذا الكلام. بالعكس ندور واحد يعزمنا ما لقينا. ابشر يا ابو محمد. انت لزق بربعنا البدو والعتبان علوا عسى اخواننا. انتباه لك ماشي. لا قريبا ان شاء الله سباكم يسمعونكم اكيد، يعني في اخوياي كثير وبرضه احنا بنعزمك يا ابو محمد. تكلم عن عتيبه واجد. طيب صديقي نبدا خلينا نبدا اجل في الفقره، عندي مقطع يا ابو محمد ابغى اسمعك اياه وابغاك تقلده، تقول ما راح اقلد ومن هالكلام ما في. نايف حبيبي. ايه صدي براس رفيقك. شلون؟ صدي براس رفيقك. لا ما عليك، هو ما ترجم شرحك سرة. ايه شرحك سرة. يلا يا صديقي يلا خلينا نسمع المقطع يا شباب. خلنا نسمع خلنا نضحك جميع. يلا. اشربي ايوه انت خوخه انت مشمش، انت والله حاجه تربش، انت عندي زي الريال لو غبت عني اوشوش. يلا يا محمد. يا اخي ما ادري مرت علي الجمله هذه كثير. ايوه ابغاك تقول الجمله. شلون محمد؟ اسلم. ايوه لا وش قلت قبل شوي؟ سمعت الجمله زيها كذا ونفس اللهجه نفس الطريقه. ايوه حلو. طيب يلا ابغاك تقلدها يلا. انا اقلد يا عم الرجال والله ما اعرف، والله العظيم ما اعرف. لا. لكن وش هي الاخيره حقت ريال توشوش؟ انت عندي زي الاريل اللي غبت عني اوشوش. والله يا نايف انت لو تفكر بس بصير صافين بدون وشوش. لا ان شاء الله امورك طيب. التقليد يا رجال والله مالي في التقليد. لا بتقلد ابو محمد. يلا ابو محمد. والله ما ادري وش هي صراحه، والله كذا. لو تعيد 3 مرات ترى ذاك انت خوخه انت مشمش. انت خوخه انت قاعد تكرر زي تو تكرر 100 مره. لا انت خوخه انت مشمش، انت عندي حاجه تربش، بس قول هذه يلا. هذه فينا ورقه وقلم انا اخوك. لا ما يحتاج والله العظيم ما اجي وراك هنا. طيب وين يا عم؟ طيب قول انت خوخه انت مشمش. لا يعني هذه اسهل. يلا قول انت خوخه انت مشمش، ما يبغى لها يا ابو محمد. لا تصير زي خوينا اللي قبل شوي ما عرف البوش. لا ما اعرف البوش. يلا. ما اعرف الوشوشه. يلا يا ابو محمد. والله ما فيه والله انا والله ما اعرف. ما في شوف راح تقلد بس يعني على قولتهم انا لو اعرف اقلد ما هي بعيب والله اقلد، والله العظيم ما اعرف. عطنا قصيده. طيب قصيده؟ ايه ياهو يلا تبي قصيده؟ عطنا قصيده يلا. شوف اقول لك شيء، عطنا قصيده يا محمد. ابو محمد بعترف لك انا بعترف لك. طيب سجل عندك واحد اعتراف. يلا اعتراف. اول شيء ما اذكر اني شريط اغاني قاعد اسمع قصيده، يعني اسمع الابيات، ما اذكر اني حطيت على اغاني، عرفت؟ إيه؟ القصيد يمكن اعجبني بيت شو اسمه الامير خالد الفيصل. إيه؟ اللي هو من بعد الوقت
وهذا طبعا الأيام. هذه من القصائد اللي أنا يعني تستهويني كثير. يعني بشكل عام قصائد الأمير خالد الفيصل خاصة القديمة تستهويني، ويوم كنت أول أسمع محمد عبدو كانت تستهويني كثير. أما الآن يا شيخ مسجل مدري وشغال ولا خربان. طيب عطنا البيت يلا من بادي الوقت. وهذا طبع الأيام. أيوة. أي ضيعت عزبات الأيام ما تمدي لياليها. أيوة. الوقت لو زال لك صح ما دامي. أيوة. غششني. قبل لا يحوس الطين مدري وشو. أي انتبه. أيوة. حست البيت يا أخي. أنا والله جاء على بالي. لا يسمعونك بس قسم بالله يشطبونك. لا ما يحتاج لا عادي البيت يعني البيت شو يقول اشرب قبل لا يحوس الطين. اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها. ايوه. اذا زال لك زمانيات صح. اي نروح المرحله الثانيه. ايه عطنا يلا تفرج. والله تحداك يا نايف والله تحداك، والله تحداك يا نايف والله تحداك. ابو محمد تحداني بشيء؟ انا ايه اتحداك ضمنيا، انا ما اقدر اعلن. يلا قول. انت اللي قول. لا ابغاك تتحداني كلمه اكررها اي شيء. ايه شنبك دحى حلهولك. قدمي قديم. هذه اللي انا ما عرفت اقولها. اي انت قلتها الحين. شنبك دحى حلهولك، شنبك دحى حلهولك، شنبك دحى. لا غلط والله غلط. نايف لا شو اسمعني، انت معك المايك وتفرع. طيب يلا. والله العظيم شوف ترى ساكت لك دائما في البرنامج وتضحك على هالظروف عشان 500 ريال. لا شنبك داح حلهولك. شنبك لا والله ترسلها مكتوبة. برسلها لك رسالة. ادري عنك. يلا طارق النوفل يبغى يخسرني. وش اسوي معاه يا جماعه؟ وش تسوي معاه؟ بغيت اقول طارق النوفل احلى شنبك داح احلهولك. اوكي خلينا نروح المرحله الثالثه. الله والله تحداك يا نايف والله تحداك، والله تحداك يا نايف والله تحداك. شو اسمه يقول لك الامارات يقول لك عقها. ايش معنى عقها؟ ولا خذختها وش؟ لا يقول لك يا طارق اللي معك عقها، يعني اتركها، يعني ارمها صح؟ ايه اتركها ارمها يعني. يلا ثرو اوت. والله تحداك يا نايف والله تحداك، والله تحداك يا نايف والله تحداك. ابو محمد يعني انا اول شيء اشكرك انك شاركت معنا في البرنامج، وهذه 500 ريال باسمك ان شاء الله راح تروح لاحد الجمعيات الخيريه. شكرا لك ابو محمد على قبول الدعوه ومشاركتك معنا الجميله. شرفنا والله بلا يعني من امتع البرامج والله، ثم التقليد ولا كان استمتعنا اكثر واكثر. وشكر جزيل لكل من استمع لهذه الحلقه، واتمنى ان شاء الله ما اكون ضيف ثقيل عليهم. الله يعطيك العافيه ابو محمد، بالعكس شرفتنا وشكرا جزيلا لك. يا هلا والله وغلا في مال.